في افلام كده جميله مظلومه معانا في السينما المصريه، ما بتتعرضش كتير على التلفزيون وكتير من الناس ما تعرفش عنها. المره دي جايب لك فيلم جميل جدا 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 اسمه الف ليله وليله. فيلم ألف ليلة وليلة بطولة فريد شوقي وشادية ومحمود المليجي وليلى نظمي سنة 1964. وفي فيلم تاني اسمه ألف ليلة وليلة سنة 41، ده بتاع علي الكسار. مش هو ده، عشان بس لو ناس عارفة ألف ليلة وليلة بتاع علي الكسار. المهم الفيلم بتاعنا بيبدأ بإن فريد شوقي بيرقص في وسط الشارع ومعاه عيل صغير، وبيعملوا ألعاب سحرية بيشحتوا بيها. فبيهجم واحد من المجرمين على المدينة ومن ضمنهم فريد شوقي، وبيقتل ابنه ومراته. وصاحب العصابة دي بيكون محمود المليجي، ومحمود المليجي هو في الوكر بتاعه وسط ناسه وسط أهله وبيهيصوا، بيلاقي إن الخرزة اللي في صدره وقعت، وبيلاقيها واحد من الرجالة بتاعته وبيديها له وبيقول لهم الخرز دي أهم حاجة في حياتي، طول ما هي في رقبتي ونصها التاني في رقبة ابني هنفضل متجمعين طول حياتنا. ولسه ما بيكملش الكلمة، في ناس بتيجي تهجم عليه وبتموت كل الناس اللي في المكان، وبتهرب مراته وابنه في الصحراء وبتقع على الأرض. ومراته وهي ماشية في الصحراء بتقعد جنب بير وبتقعد جنبه لحد ما بتموت. وبيعدي رحالة في الصحراء وبيلاقي ان الست ميتة، فبيدفنوها وبياخدوا الولد الصغير ويودوه المدينة، وهي مدينة بغداد. فالمهم الملك بيجيب الولد الصغير ويربيه عنده، ويجيب كاهن ويقول له ايه نوع الخرزة دي، يقول له الخرزة ديت من حجر واحد، والرموز اللي عليها طول ما هي موجودة يبقى أبوه لسه عايش، وأول ما الرموز دي تختفي يبقى والد الطفل ده مات. وبعد كده بيجيلنا فريد شوقي هو بيغني ويندف في الشارع، ولكن المرة دي بحزن على ابنه ومراته اللي ماتوا. وبيجيله مرسال بيقوله إن مراتك خلفت بنت. فالمهم هو بيحمد ربنا ان ربنا عوضه بابنه وببنت تانية، وبيربيها وبيشغلها معاه في نفس الكار. وبتبدأ ان البنت ديت لما تكبر نكتشف انها شادية بتلبس معاه لبس واد، وبيهزروا ويعملوا نفس اللي هم كانوا بيعملوه من زمان، لحد ما بيجي مرسال من الحاكم بيقول قرار من رئيس الديوان، وبيقول من قرار رئيس ديوان ممنوع السهر والمغنى والرقص في وسط الشارع، والمحلات والبياعين تبدأ تخش بيتها من بعد صلاة العشاء لحد صلاة الفجر. فالمهم الناس بتزعق وبتقول لا بقى، ويسقط حكم البتنجاني والكلام ده. وبيكون ابن الملك متخبي في شكل ناس فقيرة هو والمساعد بتاعه، وبيشوف اللي بيحصل من رئيس الديوان. فالمهم الناس لما بتعمل ثورة ومش هيبقى عاجبها الكلام، رئيس الودان بيبعت الحرس بتاعه ان هم يفضوا الثورة بالعافية، وبيبعتوا الناس بالسيوف والحاجة انها يفضوا الناس. وشادية بتكون مشيت وابن الملك بيكون ماشي وراها، وهي بتقع على رجليها وبتقول اه يا رجلي بقى والكلام ده، وبيقع في حبها وهي بتقع في حبه، والاسطوانة دي بقى واللي انتوا عارفينها. بس مش بيقول لها ان هو ابن الحاكم، بيقول لها ان هو جناين الحاكم. ولما بترجع بيتها بتقول لامها انا كنت ماشيه بقى في الشارع وقابلت حبيبي ومش حبيبي، طب فين ابوك؟ تقول له ما شفتوش، ايه ده هو مرجعش، وما تعرفش ان ابوها اصلا طلعان عينه. بيجيبوا لنا مشهد ان محمود المليجي حصل له مشكله وما بقاش يعرف يمشي على رجليه، وهيمشي بعد كده بعكازين. وفي وسط ما هو قاعد في الصحراء والجبل والناس كلها عماله تغني وترقص، هو بيقرر انه هو يروح بغداد عشان يعيش ملك هناك. بيقولك انا عايز استخدم فلوسي، مش عايز اقعد في الصحراء. وبيروح بغداد اللي فيها ابنه دلوقتي رئيس الديوان، لكن هو ما يعرفش. فبيبعت المرسال بتاعه لرئيس الديوان ويقول له ان عامل حفلة عنده في القصر بتاعه ومقدم له هدية، وبيترجاه انه هو يكون ضيف عنده. عشان رئيس الديوان بتاع فلوس وافق انه هو يروح عنده. ولما بيشوفوا فريد شوقي ولما بيشوف محمود المليجي بيقرر انه هو يخلص منه ولازم يقتله. فالمهم بيروح له الحفلة وبيحاول يديله سم في الكاس، ولكن لما محمود المليجي بيشوفه بيتخض وبيأمر الناس بتاعته انها تقبض على فريد شوقي ويسجنوه. فالمهم هم بيمسكوه فعلا وبيقول له انا غلطان ان انا قتلت لك مراتك وبنت
ابنك، لكن انا ربنا خد حقك وعمل فيك زي ما عمل فيا، وانا مراتي وابني برضو ضاعوا مني ومش لاقيهم. حط ايدك في ايدي واديك نص ثروتي. فالمهم بيقول له تفوق عليك بقى والكلام ده، وبيقول له لا وانا هقتلك يعني هقتلك. قال له انت الخسران ووضبوه يا رجاله. طبعا فريد شوقي مش هيتضرب بقى يعني ويقوموا وديب ديب ديب كده ويقول لهم سلام عليكم ويمشي. فالمهم بيرجع بيته من بعد غياب يومين ولا 3، وبيقولوا له انت كنت فين؟ فبيقول لهم طلعوا عليا حراميه. فبتقول له حراميه ايه؟ هو انت حيلتك ايه؟ قال لهم اهو بقى نصيبي. فالمهم يروح بيجيب زلعه بيقول لها ده في كل اللي حوشته في حياتي، خليهم معاكي، لو ما رجعتش اصرفي على البنت وما تحرميش نفسك من حاجه بقى او حاجه تتسندي عليها، لكن لو رجعت رجعها تاني مكانها، ها رجعها تاني مكانها. وبيروح فريد شوقي انه يقرب من محمود المليجي عشان يعرف يقتل منه، لكن رجالته بتوقعه في مشكلة وبيسرقوا كردان دهب ويحطوه في جيبه من غير ما هو ياخد باله، وبيبدأوا انه هم يسلموه للبوليس. وبيروح لرئيس الديوان، وقبل ما يحكم عليه بقطع ايده بيجيله قرار من الحاكم انه هو عايزه دلوقتي ضروري. ولما بيروح للحاكم بيلاقي ان الحاكم مات وابنه ولي العهد هو اللي بيمسك الحكم. وبتشوفه شادية وهو ماشي على حصانه في الشارع، لكن بتشك ان هو ولا مش هو. فبالليل بيجيلها على ان هو الراجل التاني الجنايني اللي اسمه فتوح. فبتقوله انا شفت الحاكم الجديد النهاردة وافتكرتك انك هو. فبيقول لها هو ده معقول؟ طبعا. طب انا ولا هو؟ تقول لا انا بحبك انت ولا الف حاكم يغنيني عنك. وبيكون مراقبه جارية من الجواري اللي بتحب الملك. ولما بيرجع بيلاقي الجارية ديت عامله له اكله حلوه بقى ولابسه له الشيفونه الحمراء، وبتقول له انا تحت رجليك وتحت ايديك وملكك وبين ايديك، لكن هو بيطنشها ويسيبها ويمشي وما بيقعدلهاش في المكان. فبتروح لرئيس الجواري وبتحكي لها عن الموضوع ده، وبتقول لها لا انت لازم توقعيه. فبتقول لها انا اعمل ايه؟ انا عملت كل اللي انا اقدر عليه. ومش عارفه هو برضه بيحب واحده شحاته من اللي في الشارع. قالت لها انت عرفت منين؟ قالت لهم انا شفته بنفسي بعيني بيخرج كل يوم بالليل بلبس جنايني وبيروح يقابلها. فهي بتروح لرئيس الديوان اللي هو المفروض الوزير، وبتقول له ان الحاكم بيعمل كده بالليل، فهو بيعين زي ضابط وبيديله الفلوس وبيقول له اقبض عليه بالليل، ولو قالك ان هو الحاكم ما تصدقهوش واقبض عليه وملكش دعوه ونفذ اللي انا بقولك عليه، وبيرمي له الفلوس كده بقى في وشه. فالمهم هو المساعد بتاعه قال له نلبس النهارده؟ قال له انت تعالى هنلبس شحاتين. قال له لا ما نلبس لما بنلبس. قال له لا هنلبس شحاتين النهارده. وهما ماشيين في الشارع راح الحرس مسكوه وراحوا بيه للضابط وقال لهم دول شحاتين. قال له لا سيبهم احنا مش عايزين الشحاتين. فهو لما بيشوف كده بيعرف ان دوت حاجة مدبرة من رئيس الديوان. فبيقرر تاني يوم بيبعت مرسال للحاكم وبيبعت للناس كلها بيقول قرار لغي اي اصدار بيصدره رئيس الديوان، والفلوس ترجع لاصحابها ومفيش ضرايب ومفيش بقى سجن ومفيش قهر، واللي ملوش بيت يقعد في الكنيسة او في الجامع. فلما بيعرف رئيس الديوان الكلام ده بقى بيتضايق ويتعفرط ويكسر الدنيا بقى، يقولك ليه ازاي بقى حرام اللي بيعملوا فينا دوت. فالجارية بتاعته بتقول له خلاص انت تعين مجرم من المجرمين يقتلهولك وانت بعيد عنه. فبيروح رئيس الديوان السجن وبيدور على مجرم ينفذ له هو عايزه. فالمهم بيدور عليهم واحد واحد لحد ما بيلاقي مين؟ فريد شوقي. كان هو اضخم واحد في السجن يعني، كلهم عواجيز بقى ومرميين في الشارع وكده. فالمهم هو بياخده وبيقول له انا كنت حاكم عليك يتقطع ايديك اللي عليك الاتنين. قال له لا سامحني انا ممكن افرفشك وازعططك. وبيعمل له حفله كده وهو بيفضل يعمل ايه حركات السحر اللي هو بيعملها. فهو بيقول له انا هعينك وزير ليا. بيقول له وزير مره واحده؟ قال له اه. وبياخده بقى يغسله ويحميه بقى ويجيب له بنات ويجيب له اكل ويجيب له شرب ويعمل له كل اللي هو نفسه فيه. ويقول له انت امنيتك ايه؟ قال له انا عندي امنيتين بس في حياتي، اخلص من طاري واجوز بنتي. قال له الامنيه الاولى انا اقدر اعملها لك، انا امير وانا هتجوز بنتك، روح هات بنتك وانا هجوزها لك. فالمهم هو بيفرح وبيرجع تاني مكانه وبياخد بنته ومراته معاه وبيقول لها ان انت هتتجوزي الامير، لكن هي بتعيط وتقول له لا انا بحب شخص تاني. وبيقول لها عشان خاطر ابوكي تعالي اتجوزي الامير. ولما بتروح هناك هو ما بتكونش بتحب الامير وهو عايزها بالعافية.
فالمهم هو قال له ايه رأيك انفذ لك الامنية التانية؟ قال له ايه هي الامنية التانية؟ قال له ان انت كنت عايز تخلص طارك، انا كمان عندي طار وعايزك تخلصهولي. قال له رقبتي. قال له عايز تقتل مين؟ قال له عايز اقتل الملك. قال له الملك؟ قال له لا طبعا مش هقدر اقتل الملك. فالمهم بياخده وبيعرض له قدامه بقى بنته، وبيقول له بنتك ديت لو ما قتلتليش الملك هخلي الحرس يغتصبوها قدامك واحد واحد وانت حر بقى. فالمهم هو بقى يقول لك لا بنتي ومش بنتي وما ينفعش والكلام الفاضي ده. فهو طبعا غصب عنه بيوافق، وبتاني يوم على طول بيعمل حفلة قدام الملك، وفي عرض استعراضي ان هو ماسك خنجر وبيجري ورا جارية وعايز يقتلها، وفي وسط العرض ده لسه هيموت الملك. الجارية اللي بتحب الملك بتدافع عنه والخنجر بيجي فيها هي، ولما بيسأله مين اللي قالك تعمل كده؟ قال له جوان شهبندر اللي هو محمود المليجي، عشان يضرب عصفورين بحجر. ولما بيتسجن وبيروحوا يقبضوا على محمود المليجي ويقف معاه وبيتقفل عليهم باب واحد، بيقتل محمود المليجي وبيلبس لبسه عشان خاطر يهرب. ولما بيهرب بيروح على بنته بيدور عليها، بيلاقي رئيس الديوان بيحاول يغتصب بنته، فبياخده بقى بيرميه كده بعيد ويقول له ابعد عن بنتي. فبيشوف الخرزة اللي في صدره، بيقول له ايه ده الخرزة دي؟ انا معايا زيها، انت جبتها منين؟ ديت المفروض تبقى في صدر ابويا. فبيبص يلاقي الرموز اختفت. بيقول له ايه ده الرموز اختفت؟ يعني ابويا مات. فبيقول له ايوه انا اللي قتلت ابوك وهقتلك انت كمان. فبيندى الحراس بيقبضوا عليه هو وبنته، وبيقرر ان هو يعدمهم في ميدان عام. ولما بيشوف مساعد الملك المنظر دوت بيروح بسرعة بحصانه، بينده الملك بيعرفه، ويجي الملك يفك الأسر بتاع شادية وفريد شوقي، وبيقبض على رئيس الديوان وبيحكي له الحكاية، وبيصدر قرار نفي رئيس الديوان، وبيتجوز شادية وبيعيشوا تبات ونبات. والافلام والقصص والنهايات الجميله ديت ما بقتش تتكرر عندنا كتير، بقى نادرا لما بنشوف نهايه سعيده زي ديت اللي هي كنا متعودين عليها، واسمها النهايه الكلاسيكيه القديمه اللي قربنا ننساها. وده نهايه الفيديو بتاعنا. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتقول لنا عايز تشوف ايه تاني.